اليسا حضرتك صرتي هلا وصلتي لافاق الشهره، تخطيتي افاق الشهره. شو الشيء يلي بعد بنفسها اليسا تحققه ولسه ما حققته؟ هيك رح اقول لك شيء بصراحه، دائما الانسان بس يوصل لمحل معين بصير هالمحل بالنسبه له عادي، بحس انه ما وصل لمحل ابدا. فانا بحب ضل حاسه هالاحساس لدائما يكون عندي طموح اني اوصل اكثر. انا بنت كثير طموحه، ما بحب يستوقفني نجاح معين، لانه لما الانسان بيطمن باله انه هو وصل بصير يستلشق ويعمل شو ما كان ممكن لحظه يعني تنزله ال20 سنه اللي اشتغلهم او ال10 سنين. انا بعدني محلي اونستلي، بتمنى دائما اقدم وبدي اشتغل واسعى انه اقدم دائما اعمال بهالمستوى تضل يعني بين المتميزين يعني اكيد. انت دايما متميزه اليسا، اعطيتي كثير من وقتك وتعبك ومجهودك للفن خلال سنوات عديده، قد ايه عم تعطي لحياتك الشخصيه؟ لا كل شيء عنده له وقت، ما يعني ابدا مش اخذ كثير من وقتي. يعني فني حلو بحبه، انا مش عم بعمل شيء لانه لازم، انا بحياتي ما اشتغلت غير انه غنيت اكيد، فبحب هالشيء. وقت فني عنده وقت، شغلي يعني حياتي الخاصه عنده وقت، كل شيء عنده وقته، فمش اخذ شيء من دربي، مش اخذ الفن من دربي اكثر يمكن كثير هالقد. لا بالعكس. وين الحب من حياه اليسا؟ هلا ما في شيء، يعني دائما حاضره انه حب، ان شاء الله ان شاء الله خير. نختم لقائنا معك اليسا مع لازوردي وجمال المجوهرات وروائعها يلي لبستيهم، ليش اخترتي لازوردي عشان تكوني سفيرتهم؟ لا طبعا بالنتيجه انا يعني ما يعني انعرض علي اكثر من شركه، بس لازوردي متميزه وعندها موديل. يعني اول شيء في عندها قصص حلوه، وقدرت يكون في تعاون على تطوير القصص كثير، يعني كثير عندهم، لا اقدر كمان انا تناسبني يعني ريحوني اذا بدك من هالناحيه. يعني بتصور انه هذا الشيء اللي خلاني ابقى وعلاقتنا تكمل، وان شاء الله يعني رح تطول. اشتقنا لجديدك اليسا، امتى حنشوف البومك الجديد؟ بعد شهر رمضان المبارك اكيد، يعني مع انه بيكون صار لي سنتين، بس معلش اتس نيفر تو ليت. يعني كثير بنتشكر حضورك اليسا اليوم معنا بفلاش ودايما ذا بيست اول. ميرسي كلك ذوق.